تقعد في بيتنا يعني من الاخر مفيش. لا اولا انا مش مستعد لان انا مش مرتبط، لان مش فاضي عشان الشغل بتاعي بس، فمش فاضي ان انا افكر في حب دلوقتي وفالنتين وانزل اجيب حاجات حمراء واطلع بس. لا ما بحتفلش بالفالنتين اصلا. والله هو الحب رسالة لكل البشرية طبعا، كل الناس طبعا طالما هو في خير وحب للبشرية طبعا كل الناس لازم تحتفل بحب، يعني طول ما انت سعيد طول ما انت مبسوط تحتفل بحب. فاحنا كل يوم في فالنتين يعني مش استثناء يوم واحد، بس احنا بنخصص يوم واحد عشان نقدر نهادي الناس فعلا اللي احنا بنحبهم، وفعلا الناس دي تستحق في حياتنا شيء كبير، سواء الام سواء الاب سواء الحبيبة الزوجة الاخت الاخ اي. مش مقتنع بيه، انا عن نفسي ما بحتفلش بيه، بس انا مش مقتنع كالفكرة اساسا. مش هو بحب كل الناس بصراحة، بس هعمل ايه في عيد الحب بالظبط؟ يعني هو انا سنجل يعني بصراحة، بس احتفالي بيه طبعا ان احاول اوجد الكلام ده جوه كل الناس. ما بحتفلش، مش مرتبط. والله انا شايفه ان الواحد لما بيحب حد بيبقى بيحبه على طول، مش يوم الفالنتين. يعني ممكن يجيب له هديه في اي وقت وفي اي مكان، مش هتفرق بقى يوم محدد او حاجه زي كده يعني. عادي يعني، ما ممكن الايام كلها تبقى حب، ايه المشكلة عيد الحب ده؟ هعمل ايه في عيد الحب؟ لا مش موضوع مش معترف بيه عشان انا اعمل حاجه في عيد الحب، مش لازم اكون اصلا بحب حد الاول ومرتبط بيه عشان اعمل عيد. هو انا ما احتفلتش بيه الا مرتين، وكنت بحب الحاجه المختلفه يعني مفاجاه يعني مختلفه، فاقوم جاي اعمل لها مفاجاه مختلفه وخلاص بس.